ايوه يا فندم. السلام عليكم. ايوه يا فندم سامعك، اتفضل. شركه رينتكس للايجارات، اتفضل. شركة ايه يا حبيبي؟ رينتكس معاك، اتفضل. دينتكس. رينتكس يا فندم، رينتكس. الو. ايوه يا فندم، لا انا مش طالب الصيدلية، انا عايز احجز في الساحل. ايوه شركه ايجارات الساحل، اتفضل يا فندم. اه يا حبيبي كتر الف خير، والله كنا عايزين نطلع الساحل يا حبيبي يومين كده بس ولا حاجة، ويعني لو ينفع اسبوع. أهلاً وسهلاً يا فندم. حضرتك حجزت معانا قبل كده؟ لا والله دي اول مرة ان شاء الله. طب البادجت بتاعت حضرتك كام يا فندم؟ ايه البادجت ده؟ البادجت يا فندم، البادجت عايز تدفع كام؟ انا مش عايز ادفع اصلا لو عليا. لا يا فندم ما ينفعش، اسمها رينتكس، ما ينفعش يا فندم. طيب حضرتك معاك اوراق؟ لا والله ما فيش اوراق ولا حاجة، لا انا مش دم. ثواني ثواني، هي دي الشركة بتاعت انا كنت مقدم على شغل، يمكن هي دي ولا ايه؟ لا يا فندم، رينتكس لايجارات الساحل يا فندم. اه يا حبيبي اهلا وسهلا. عايزين نطلع احنا الساحل بقى. يا فندم بس عشان وقت حضرتك ووقتنا يا فندم. اه حضرتك لا انا وقتي مسموح. ها مطلوبة سفر الساحل. مين؟ الاوراق المطلوبة سفر الساحل يا فندم. اوراق المطلوبه؟ ايه الاوراق، ايه الاوراق يا باشا المطلوبه؟ حضرتك امر سفر الساحل اصلا. ده انا اول مره اسافر عامه. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا يا حبيبي. طيب معاك شهادة ايزو؟ شهاده ايزو؟ لا يا حبيبي انا مش رايح افتح مطعم هناك، لا. ايزو رينتكس يا فندم، احنا هنطلع لك، لو مش معاك مفيش مشكلة. لا ماشي، طلعوا لي الايزو مفيش مشكله. ايزو رينتكس يا فندم مجهزة لك، مفيش مشكلة. كتر الف خير. معاك موبايل كام يا فندم؟ معاك موبايل ايه؟ معايا موبايل ايه؟ يا فندم. 300 نوكيا 6 و10 برو ماكس. 300 نوكيا برو ماكس 10 110. تمام يا فندم. حضرتك عندي حاجة في انترناشونال دوبلكس يا فندم. انترناشونال سوبليكس. ديك سوما بيه يا فندم، بس دي هيزيد على ورقها حاجة، مع ورقة واحدة بس. سوما ايه؟ سوما ايه؟ سوما بيه يا فندم، سوما بيه، سوما بيه. سوما بي بس هيزيد على ورقها حاجة عشان تقدر تحجز فيها. ايه يا حبيبي اللي بيزيد؟ كشف حساب يا فندم، كشف حساب بنكي يكون حديث، فيه 3 مليون ونص يا فندم. 3 مليون ونص ايه؟ 3 ونص مصري يا فندم، مصري. لا سهلة دي سهلة. دي نظام دوبلكس، بتشوف البحر يا فندم. طب ما حضرتك انا رايح اشوف ايه اللي بتشوف البحر؟ طب ما انا كده كده رايح عشان اشوف البحر يا فندم. لا يا فندم، الدوبلكس بيشوف البحر يا فندم. طب حضرتك الدوبلكس يشوف البحر وانا اشوف ايه طيب؟ ايوه يا فندم، انت هتقعد في الدوبلكس ده يا فندم، ما ده اللي انت الدوبلكس ده انا هقعد فيه. انا فاكر حضرتك، لا انت حضرتك بتتكلم معايا كده يعني ما احترمني شوية. جيب 60,000 في اليوم يا فندم. 60,000 فين؟ في اليوم يا فندم. 60,000 فين؟ في اليوم والله، في اليوم. فريون؟ ايه الفريون ده؟ يا فندم معاك في اليوم 60,000 في اليوم يا فندم. 60,000 في اليوم؟ يا فندم، والتأمين 350,000 جنيه. ده ايه ده مدى الحياة؟ لا يا فندم، هو الأسبوع اللي حضرتك هتقعده، حضرتك أول مرة تسافر واضح. يعني الاسبوع ب60,000 جنيه؟ لا اليوم ب60,000 يا فندم. في 7؟ في حاجات أقل من كده لو الميزانية مش سامحة، فلو البادجت مش سامحة عندنا حاجات أقل. لا قول، هي كده كده مش سامحة، قول. طيب يا فندم. هي لا هي مسامحة ولا انا مسامحك. أهم حاجة عندنا ما دام حضرتك أول مرة تسافر لازم تنبسط يا فندم، يعني ما انا عايز انبسط، ابسطني بقى ابسطني. حاجة في متراسي 3 أدوار. متراسي؟ متراسي يا فندم. متراسي بي. بكام بقى المتراسي عندك؟ المتراسي بكام؟ عندي 3 أدوار وصالة تشوف البحر يا فندم. 3 ادوار وصالة ايه؟ 3 ادوار وصالة ايه؟ مش ده مصيف ولا انت مين؟ انت شركة ايه؟ كونتريكس؟ رينتكس للإيجارات يا فندم. شركة بالجيتس للايجارات. طب تمام، سؤال حضرتك، المتراسي بكام عندك؟ في حاجة 3 أدوار تشوف البحر من الدور الرابع. طب لو مش عايز اشوف البحر ولا اشوفك اصلا ممكن ادفع كام؟ ديك 70,000 في اليوم يا فندم. هلا ده التاني ارخص. ما هو في تأمين يا فندم وكشف حساب، هنا مفيش تأمين وكشف حساب. طب عندك حاجة 50 راسي مثلا، نبقى اقل شوية، 3 راسي. 100 راسي بيه. انا مش عايز، انا عايز حاجة من اول، يعني عارف من اول مثلا ايه، يعني احنا مش كتير، 4 راسي 6 كراسي حاجة كده، مش عايز كراسي كتير يعني. انا ملاحظ ان حضرتك لما بتحط بي في اخر القرية السعر بيفرق، في حاجة من غير بي. بقول لك ايه، ايوه يا فندم. عندكم وظايف فاضية في الشركة؟ عندكم مقابر؟ في مقابر؟ في مقابر يا فندم. بكام المقبرة؟ إيجارات.
في الاسبوع. ايجارات مقبره ايجار، اخد مقبره ايجار. ايجار يا فندم. ليه يا حبيبي؟ انا ما بموتش واصحى، احنا بنموت مره واحده يا حبيبي وخلاص. ها؟ في الساحل ايجارات في الساحل. مقبره ايجار في الساحل. ايوه يا فندم. ايوه، بعد ما اتدفن يقوموني يصحوني بعد ما اتدفن. ننقل الجثمان يا فندم. طبعا. الجثمان تنقلونا فين يا فندم؟ والله يا فندم في المكان اللي انتوا عايزينه، لكن بالنسبه لنا تقدر تقضي اسبوع في مقابرنا في الساحل براحتك خالص يعني. ربنا ياخدكم.